اليوم ما راح احكي بس عن هذا الجهاز اللي صار لي شهر ونص استخدمه، لا راح احكي عن تجربه مالتي بهاي شهر ونص، وبنفس الوقت كاول فولدبل فون او هاتف قابل للطي استعمله بحياتي. فهذا هو الاونر ماجيك في 5 وحياكم الله. اول نقطه تنشاف وين ما اروح هو شكل الجهاز. ما دا احكي بس على شكل الفوضى اللي يجلب نظر، وهذا شيء منتهي من عنده. فرق لما تشيل جهاز مطوي وجهاز عادي بالاماكن العامه، بس قصدي انه الجهاز ما ملبوس بشكله. شكل الجهاز يموت من خارج، نقوشات وتفاصيل المفصل، شكل الكاميرات، ملمس الجلد، تفاصيل اللون، تفاصيل الفريم. انت تخيل حتى الكفر اللي يجي ويا الجهاز بيه نقوشات خاصه واللون يتبع لون الجهاز. شلون كانما اونر لما نزلت هذا الجهاز نزلته ويا كونسبت جديد، هويه بصريه جديده، يعني كدلاله على الفخامه. مشكله الاجهزه القابله للطي بالاجيال اللي راحت كانت يعني مبطبطه. فوق ما هاي الأجهزة ماكلة جيب البنطلون، فوق ما وزنها كلش ثقيل مو عادي مقارنة بالأجهزة العادية. وبهذا الجيل اختلف كل شيء. إذا نسولف على الفي 5 فسمك الجهاز اختلف 180 درجة عن قبل. والنسخة الأولية أو الجيل الأول من الماجيك اللي هو ماجيك في كان تقريبا 15 ملم، لا هسه الفي 5 9 ملم. جيبه وقارنه ويا تلفون عادي يكاد الفرق أن يكون معدوم. هذا كله داعش عن جهاز بدون فتح. شيء أكيد إذا فتحت نحافة الجهاز توصل 4 تقريبا 4 ملم. غير وزن الجهاز جيبي الايفون 16 برو ماكس وجيبي الفي 5 جهاز 3 شاشات قابل للطي، وزنه اخف من جهاز غير قابل للطي بشاشه واحده. انا ما ادري اترجم لو لا، بس هو المفروض بطتكم. هسه شويه رادها تركيز اذا نسولف على تجربه الشاشه. شوفوا الشاشه الاماميه اللي حتكون 6.73 انش، واللي تعتبر اكيد بديل للشاشه العاديه، يعني كاستخدام وانه اعتبرها شاشه عاديه تخبل ما واجهت بها اي مشكله. انا شفت هواي ناس يشكون من حجم الشاشه رغم هو العادي 6.7، يعني 6.43 انش قريبه كلش على 6.7. ممكن الريزوليوشن هنا شويه يختلف، بس ابد ما راح تواجه بها مشكله بالابعاد بالتطبيقات. ولا ننسى شغله كلش مهمه، 3 شاشات او خلينا نعتبرها شاشتين، هي اثنيناتن اموليد 5000 نتس 120 هرتز. الشاشتين موجوده نانو كريستال شيلد واكو انتي سكراتش. باختصار هي طبقه مانعه للخدوش، كل صعب تنخدش، وهالشيء حالي في جماعه الباك باك والطلعات الهوايه وشغل الهوايه. وتعرفون كل زين اكيد لما ينطوي هو الاكثر معرض للخدوش هو الشاشه الاماميه. انا كنت استعمل دائما الشاشه الاساسيه، اوكي مو يعني خلينا نقول 80% من استخدامي كان الشاشه الاساسيه اللي هي الفولدبل سكرين اللي هي القابله للطي. يعني ليش يترجم هواي ما ادري. بشاشتين ذني تحس اكو طبقه مانعه للاضاءه او لانعكاس الاضاءه، وهذا الشيء راح يفيدنا بموضوع راح نجي عليه شويه بعد. بتطبيقات السوشيال ميديا تحس ما مستغلين السبيس، ما مستغلين المساحه كامله. واكيد انا ادري اسبكت ريشيو مختلف هنا، بس مو معناها اني لما اريد اتونس بالمحتوى يقص نص الشاشه او ربعها. على البسيط لما نسوي فول سكرين لليوتيوب، لما اسوي هماتين زوم ان طار ربع الفيديو اذا مو نصه. روح شوف بقيه تطبيقات النظام ماخذه فريم كامل، شغلهم لوز ويخبل. او في التطبيقات حتى الالعاب كل بيكسل وكل فريم وكل ريزولوشن هنا مستغله الشاشه. بس لما انا ارجع واقول صح ينمخذ من عندك سبيس من الشاشه، بس تجربه المشاهده تجربه التصفح الا تخبل بهذا الجهاز. يمكن اكثر الاشياء اللي تونست بها بالشاشه هاي الالوان تفرق كلش هواي. LTPO أموليد بس يا امه محمد التجربه كلش تخبل. تحس الالوان مشبعه، صوره كلش كلين مو باهته ولا زاهيه كلش. نوع الشاشه الأموليد جاي يفيد كلش وياها. احنا المفصل حكينا عليه بنقطه النقوشات واللمسات، بس عمليا واحده من مشاكل الاجيال اللي راحت انه يابا كان الجاب كلش عالي، اوكي ما كان 0-0، وبنفس الوقت المفصل ما كان يعطيك عمر طويل، ما يطوق ضمان بالمفصل. اول شيء الجاب عندك تقريبا صار 0، يكاد ان يكون معدوم اصلا. مفصل يتحمل قد 500 الف طويه، انت تتخيل نص مليون مره تفتح وتسد. يعني والله للطرفه يعني مسوين فيديو ترويجي ماخذين عليه جينيس ريكورد. طبعا الموضوع انه 104 كيلو دا يشيل المفصل، يعني تتخيل دمبلس 50 ب50 ويشيل لي اياهن. مفصل هالقد قاعد يشيل 104 كيلو. نقطة كلش مهمة بالأجيال اللي راحت كان المفصل مبين، حتى لو ما مسلط عليه إضاءة كان مبين. بس هسه بهاي الأجيال داخليا المفصل بالاستخدام ما مبين، بس لما تسلط على الشاشة إضاءة راح يكون ملاحظ، أوكي. وهو حتى محسوس تحس بيه لما تلمس أو تحرك بديك بالشاشة. بمرور الأيام باستخدامك للجهاز حتحس الموضوع كلش طبيعي. ويا تحسينات ويا تحديثات أونر، فأنا متوقع إنه الجيل الجاي هاي السالفة كلها راح تنشال. غير إنه تعرفون جونا الحلو بالعراق، فهسه صارت عندك كماتين مقاومة الغبار
بس خلوا بالكم كل مو تحطه بالصحراء. اي بي 58 واي بي 59 هسه مو بس مقاومه رذاذ الماء، لا هسه صار غمر الماء. باختصار معياريه المقاومه كلش تطورت عن الاجيال السابقه. اما شغله المعالج فهنا فشله نسولف بيها، من صدق فشله. سناب دراجون 8 اليت بمعماريه 3 نانومتر، احدث وافضل معالج من الكواد. يعني ايش تتوقع مع اعلى اعدادات، اعلى فريمات، شاشتك 120 هرتز راح تعطيك 120 فريم. اذا اريد اسولف على تجربه الالعاب، يا امه محمد لارينا تونست بيها ونست تخبل. انطيني كلاش رويال، كلاش اوف كلانز، من صدق يعني تجربه الفولدبل فونز وهذين الالعاب فرق 180 درجه عن تجربه التلفون العادي. اما العاب الكومبتيتيف واللي دائما اموت بها للامانه، فمثل ما قلت لكم انه راح تحصلون اعلى اعدادات واعلى فريمات. لعب كلش يخبل سلس، ما بي اي مشكله. رامك هنا 16 ب 16. شنو يعني 16 ب 16؟ يعني انه الفيرتشوال رام هو 16 جيجا بايت، بينما التيربو او يسمونه الفي رام هو همتين 16. طبعا الذاكره الداخليه اللي عندي هي 512، فحيخليه واحد من افضل الاجهزه سواء معالجه المعلومات او عمليات الذكاء الاصطناعي، وشويه وجايكم عليه. انت فكر بيها واجمع لي هذا العتاد: 3 شاشات، رامات، ذاكره، نحافه، ووزن. وين راح تحط البطاريه؟ يعني واخيرا بعد 4 اجيال حلت مشكله البطاريه. اونر سوتها 5820 ملي امبير سيليكون كربون. اذا كان استعمالك متوسط العالي راح تكدك يومين شويه. طبعا هو بالاخير يعتمد على استخدامك للجهاز. من ذيك الجهه سامسونج لابسه كل ذن السوالف. مو بس هيك، لا تنسون فرق السعر الكارثي اللي صاير بين سامسونج والفي 5 ماجيك، فاكيد هي الافضليه حصر للفي 5 ماجيك. اذا نسولف على الدائره فالاساسيه عندك 50 ميجا بكسل، الالترا وايد تعطيك 250 ميجا بكسل، وال64 ميجا بكسل هاي البيريسكوب اللي تعطيك 3 اكس تقريب حقيقي. الجهاز تصويره يخبل، مو بس على سالفه العدد، حتى اللوت اللي داحس اونر تضيفه ورا كل صوره، كانما صوره طالعه بس من جهاز اونر. مرات بين تقريبا كل 4 صور كل 5 صور تطلع لي صوره بها حده شويه زايده. الحكي صار قدامكم، بالاخير الصوره من تفاصيل وجوده والوان كان كلش واحد على واحد. اما بخصوص تصوير الفيديو فهاي النتائج اللي طلعت. اما بخصوص نقطه الاي اي اللي انتشر بكل مكان، هاي نقطه من زمان اونر اصلا ضاربه كل الشركات بيها. عندك بالاستديو سواء تحسين جوده الصوره او توسيع الصوره او حتى مسح العناصر، فالنتائج كانت خياليه. للامانه هي هذا مو اول جيل ولا ثاني جيل، لو بيه شويه ذره تقصير كان هسه كلتهم. خارج الاستديو اكيد بالاعدادات راح تلقون اونر اي اي، لو قاعد احكي لكم منها الباكر ما اخلص. بس اللي ضافوه هنا شنو هو؟ خاصيه اكتشاف التزييف العميق. هسه اذا تجيك مكالمه فيديو فخوارزميه الذكاء الاصطناعي اللي موجوده بجهاز اونر الفي 5 ماجيك قبل راح تدق لك باص. وميزه ثانيه انه اكو هواي ناس لابسيها اللي هي 3 تطبيقات تطبقهن بشاشه الفولد. من ناحيه البوكس اللي راح يجي وياه، البوكس هنا هو اسود، يعني اسود فحم بحيث مطلعته اونر بطريقه كلش فخمه. راح تلقى ويا جهاز اكيد شاحنه 66 واط عكس ذولك الناس اللي يلبسون شاحنه والكيبل، يعني جزء يعطوك الكيبل للامانه وكيبل شحن. والاهم الكفر اللي راح يجي ويا الجهاز. فالحكي كلون جهاز له كفر خاص به، يعني ماكو داعي احكي عن الماتيريال لان هاي سالفه حكيناها قبل. بالنهايه الموضوع يبقى يمكم. هذا هو الماجيك في 5 تجربه الشهر ونص. صراحه اكثر من شهر ونص لان الباقي ويا الجهاز، بس كتجربه فعليه هو شهر ونص. شنو الاشياء اللي شفتوها حلوه، شنو الاشياء اللي ما شفتوها حلوه، كتبوا لي بالتعليقات. مشتاق لكم كلش هوايه، للامانه كلش مشتاق لكم. اشوفكم على خير، في امان الله.